اغلب الناس اللي هسه بمرحله الدراسه سواء الجامعيه او الثانويه دا يدورون على جهاز تابلت محترم ويكون سعره كلش مناسب. والفيديو المنتظر اول مراجعه لتابلت مختلف من شركه مختلفه، واكيد من BCI اللي هو الوكيل الحصري والرسمي لاجهزه بلاك فيو بالعراق. واللي فلوسه كلش تغرب صراحه. التابلت راح يجيك ب $185 ويا 100 يوم ضمان استبدال للشاشه، حتى لو انت ما كنت تدري انه كاسرها، وحتى لو كنت انت تدري كاسرها فالوكاله راح تبدل لك اياها بشكل مجاني بالكامل. يا اهلا وسهلا، مشتاق لكم. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شوي خلصنا الفاينلز، ورانا دور ثاني بس يعني نقدر نعبرها. شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاق لكم كلش. اوكي، البدايه الفعليه خلينا نشوف المظهر الخارجي لشكل الجهاز. فبالبدايه حيجي الجهاز بلون سكاي بلو، لون رهيب كلش، راح تشوفه بشكل معدني بالكامل بحواف غير حاده. فريم الكاميرا اللي كلش لطيف. بشكل عام تصميم الجهاز كلش ممتاز بالنسبه للفئه السعريه. امانه انا استخدم البات 6 من شاومي، ولا ما نقول لكم هيش، خل اروح اجيبه واجيكم وجاكم البات 6. خل اراويكم المظهر الخارج مالته، يعني حرفيا نسخه طبق الاصل، عدا اشياء بسيطه واللي يكون بسعر كلش مختلف تماما عن سعر جهاز البلاك فيو. BCI تعطيكم كفر مجاني، واجهزه اكسسوارز ثانيه لازم تعرفوها بنهايه المقطع. خلينا نكمل، خلينا ندخل للهاردوير والسوفت وير، ونبدي اكيد بالهاردوير. شاشه الجهاز هي 11.5 انش IPS LCD. اكيد هي شاشات راح تركض لك ركض بهيج فئه سعريه. شاشه LCD معروفه كلش، سالفه الدوكس اللي يصير بالجوانب، فبس هاي المشكله اللي تواجهها. بس انا احكي لك كفئه سعريه ممتازه كلش السعر. زين، عندك ال 120 فريم او ال 120 هرتز اللي حصل على جهاز $145. يعني بشكل عام 120 فريم حتحصلها الواجهه الاساسيه للتابلت، تفيدك كلش هواي بالتصفح. اذا تسالون بالالعاب ايش دا يسوي، فاكيد راح احكي لكم على هاي النقطه لما نوصل للمعالج. اكو سالفه ببالي كلش احب احكيها، للامانه التاخير اللي صاير بالشاشه يقتل. لا بس انت اذا مستعمل جهاز قريب كلش عليه تحس انه الشاشه بيها نوعا ما تاخير بالاستجابه. فبس هاي الشغله اللي احب احكيها. نجي لاهم شيء اللي هي سالفه التفضيلات الشخصيه، واهمها الكاميرا. اوكي، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، سووا لك 2K Full HD نتائج الصور هاي اللي طلعت وياي. يا هلا بالشباب، وهذه هي التصوير بالكاميرا الأساسية. للأمانة يعني أقل حدة من كاميرا السيلفي اللي راح تشوفوها، ولكن يعني كاميرا جدا عملية كمحاضرات كتوثيق لحظات وبس. بدنا نسوي هسه مالتين تيست للميكروفون، فشو تقولون؟ مناسبة أو لا؟ اما السيلفي 13 ميجا بكسل، وهاي هي النتائج اللي طلعت. لما تحكي على كاميرات التابلتات بهيج فئة سعرية ابدا مو مفيدة للتصوير. اوكي، لا تفهمون غلط، خل احكي لكم بكل امانة، الكاميرات كلش ممتازة لهيج فئة سعرية، بس انا ما دا اقصد انه الكاميرا راح تفيدك بالتصوير كهيج فئة سعرية، لا شيء اكيد. انت اهم شيء انه توثق اللحظات، اقول لك بيها مجال، بس انه تصوير محمد حسان لا، يعني تريد تصور تصوير حر او تصوير فري بستايل معين، فما يفيدنك الكاميرات بقد ما انه تفيدك توثق اللحظات او للمحاضرات وهيك سوالف. بذكر الشاشه كتجربه استخدام او مشاهده، فاكيد راح نحكي على الاربع سبيكرات اللي موزعه بطريقه ستيريو. واللي بامانه انا احييهم كلش لان ضافوا هاي الميزه، لان اكو شويه هواتف سعرهم 300 وفوق $1 وما يقدروا يضيفون بها هاي الميزه. المهم نكمل، نرجع جماعه اللحظه الاكثر مشاهده، واكيد نبدي بالمعالج ولتجربه الالعاب. تجربه الالعاب بالمعالج اللي هو راح يجي من ميدياتك الجي 99 بمعماريه 6 نانومتر انويه 8، معالج يخبل يشغل لك اغلب الالعاب على فريمات حلوه مثل ببجي، تقريبا بين 43 الى 38 فريم على الجاهز. لحظه الاكثر مشاهده خلصناها بسرعه، بس انا احكي لكم هسه تفاصيل المعالج. الميدياتك اللي هو الجي 99 معالج كلش بعد جديد، ما صار له سنه سنتين ثلاثه من نازل، ما اعرف ايش قد، تقريبا سنتين. المهم اوكي، من وجهه نظري يجي لي اكبر مشكله عويصه واجهتني بهذا الجهاز، وهو صعوبه نظام التشغيل. يعني كله صعب بعيدا عن الاسواق العالميه الثانيه، بس انا اشوف انه الواجهه الاساسيه للنظام كلش بدائيه وغير ناضجه. هاي اللي اشوفه انا للامانه، انا هاي المشكله الوحيده اللي واجهتها ويا بلاك فيو. اوكي، نجي للحمايه. انت راح تلقى قبالك الفينجر برنت واللي هو اشوفه كلش ممتاز. ثاني شغله عندك الفيس انلوك. اوكي، حكيت عن دبس سنسرز والفيس انلوك اللي موجود بالتابلت الميجا 1، بس ما شرحته كفايه. شوف، الدبس سنسرز هي المسؤوله، السنسر المسؤول عن قراءة وجهك بالكامل، بحيث انه هذا السنسر لما يشوف انه خوارزميات وجهك الموجودة
انا ما ادري اذا احس اكو هنا بالموضوع. المهم الخوارزميات انه تقرا وجهك بالكامل كتفاصيل، وتفتح لك الباب للجهاز التقني. بس التابلت الميجا 1 ما موجود هذا الدبث سنسرز، موجود بس الكاميرا، راح تشوف وجهك طبيعي اعتيادي بدون تفاصيل، يعني تفاصيل اكثر خلينا نقول، وتفتح لك الباب بشكل اعتيادي. اوكي، نجي لبقيه تفاصيل معينه. بطاريه 8800 ملي امبير، بطاريه عظيمه في الجهاز. صراحه انا قلت راح يقصرون من ناحيه البطاريه، بس الامانه 8800 ملي امبير كلش ممتازه على هذا الجهاز. وكل هذا 33 واط شحن سريع، يعني مو سالفه الشحن والاستهلاك تتخلص منها نهائيا. نجي من ناحيه الروم والرام، 256 روم which is very great، 8 جيجا رام و8 جيجا في رام اللي هو رام افتراضي. المهم لما تشتري تابلت من بلاك فيو راح يعطوك وياه قلم، على مود طلاب السادس ما يطنقروا بالقرايه، لا بس يعني صدق الاكسسوارز اللي تيجي ويا التابلت، قلنا القلم، ينطوك شاشه حمايه ومنطق كيس وفوقها شاحنه وكيبل. فبس ما نطول عليكم اصدقائي، ان شاء الله دمتم بعنايه الله ورعايته. والله كل ما اقول انه خلاص هاي الفتره لازم استمراريه باليوتيوب، قبل تطلع لي شغله شوفوا هاي الشغله تطلع لي اخوان حرفيا. فاصدقائي ان شاء الله هذا مو هذا الفيديو الوحيد اللي راح تتابعوه هذا الشهر، ومثل ما قلت لكم دمتم في امان الله ورعايته، ونشوفكم ان شاء الله على خير.